نحن أهل السنة لا نستطيع اللطم والعويل، ولكن نستطيع أن نطوبز للمحتل ونترك المسجد الأقصى مصر الرسول صلى الله عليه وسلم يدنس، نترك القرآن يدنس، نترك الدين يدنس، نترك أطفال غزة وشيوخ غزة ونساء غزة تموت جوعا وحرقا وغرقا، وتموت أطفال غزة أشلاء والجميع يشاهد، ونطلع على مواقع التواصل نقول نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين الأمة اللي بكى شوقا لرؤيتها رسول الله؟ انتوا هذه الأمة. في حدا بقدر يطلع يحكي لي شو قدمت السنة لأهل غزة وأهل فلسطين السنيين؟ انتوا مش واقفين مع الشيعة، أهل غزة سنة، ولكن انتوا أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإسلام. تركتوا كل هذه الكوارث تصير اخواتكم السنة وبتيجوا بتقولنا احنا شيعة وسنة. لعنة الله عليكم ولعنة الله على عروبتكم. اللي ترك مصر الرسول وترك نساء واطفال غزة ما في خير، ولا عنده دين ولا عنده اخلاق ولا عنده انسانية. الدول الاوروبية قاعدة بتعمل انقلابات علشان اهل غزة، وبعض الدول العربية الاسلامية السنية مانع رفع علم فلسطين فيها، مانع مظاهرة فيها. وإذا طلعنا انتقدنا بيجي بيقول لك الفلسطيني بده ايانا حرر. لا بديش تحررني، ولكن كلمة حق تنحكي. اللي ناصر اهل فلسطين واللي مناصر اهل فلسطين من زمان، اللي كنا متغيبين عنه، اللي هم اخواتنا الشيعة، شيعة علي الكرار. كل الحب لاخواتنا الشيعة، الله يفرج عليهن بغزة. ولعنة الله عليكم جميعا يا أشباه المسلمين. سنة نتنياهو صور حكامكم كلها ارتفعت في نص تل أبيب. لعنة الله عليكم جميعا. أطفال غزة خصيمة إلكم، وضلكم حاكين الشيعة. بس توصلوا لأحذية الشيعة وتقفوا مع أهل غزة مثل وقفة الشيعة، بتيجوا تحكوا عليهم. السلام عليكم ورحمة الله.